في دراسة بتقول إن في كل عيلة في مدمن. هل ده حقيقي؟ أنا كوتش حسام، والنهاردة أول حلقة في برنامج في بيتنا مدمن، وهنعرف الإجابة على السؤال ده. في مسببات كتير للإدمان، يعني إحنا لو اتكلمنا عن أبرزها: ضعف الوعي الديني. في ناس كتير من الأدكت والمدمنين عندهم خلل في الوعظ الديني. المستقبلات بتاعتهم بتاعت الوعظ الديني ضعيفة جدا. يعني احيانا بيبقى عندهم جزء كبير ان هم خايفين بس من ربنا، سواء هنا بنتكلم عن مسيحي او مسلم او حتى يهودي، حتى لو ملحد كمان مش مؤمن باي ديانة، عنده مشكلة مع القوة العليا منه، القوة العظمى. اي قوة عظمى ايا كانت هو ايه، هو شايف ان هو دايما محور الكون، ما بيبقاش متقبل ان هو يتعبد او حاجة. وبالعكس حتى لو تعبد بيبقى متعبد وهو خايف. يعني احنا لو اتكلمنا عن حالة من الحالات اللي انا كنت شخصيا بساعدها وبحاول ان انا اعالجها، الشخص ده اهله كنا متخيلين ان هو لو راح عمل عمرة وحج وزار بيت ربنا ان ربنا هيهديه. الشخص ده وهو في جلسة من الجلسات اتكلم معايا ان هو في بيت ربنا خد المخدر بتاعه، ما قدرش يستغنى عنه. فهنا لو اتكلمنا ان الدين ملوش علاقة بالعلاج، ربنا زي ما خلق الداء خلق الدواء. فالدواء هنا بيقول ان كل شخص لازم يتعالج ولازم يحتفظ بمشكلته. ومن المسببات التانية التفكك الأسري. التفكك الأسري سواء الطلاق أو المشاكل الداخلية للعيلة. في عائلات كتير ما عندهاش تفكك أسري كطلاق أو انفصال، لا هما موجودين في بيت واحد بس مفيش ما بينهم تواصل، مفيش النشأة الصحية الإيجابية اللي موجودة. الطفل بيعمل اللي هو عايزه، شايف إن العالم كله بتاعه. طيب، من المسببات التانية القسوة، التربية القاسية، الضراوة في التربية، العقاب الشديد قوي على حاجات بسيطة، او محاولة ان انت لازم اقسى عليك عشان تطلع راجل، او ان انا لازم اضربك، ده ولد ولازم يعرف، او دي بنت ما تطلعش من البيت. طيب هو هنا الادمان ما بيفرقش بين ست وراجل، سواء بنت او راجل، الاتنين ممكن يبقوا عرضة للادمان. طيب، من المسببات التانية وتعتبر من الحاجات اللي هي أنا قابلتها كتير في حياتي: الرفاهية الزيادة، الاعتمادية الكاملة على الأهل سواء أب أو أم. اللي هو اللي أنت عايزه يا حبيبي أنا هجيبهولك، أنت عايز إيه وأنا أعملهولك. معلش ده طايش، وشوية ربنا هيهديه، وشوية وهيعقل شوية هيعدي مرحلة طيشان، مرحلة شباب. ده ما بتعديش، لان المؤثرات اللي بتأثر عليه بيقلب لشخصية اعتمادية، والشخصية الاعتمادية معروف انها ضربة خصبة جدا للإدمان، بيبقى هو مستقبلاته للإدمان عالية جدا. هل ده بس المسببات؟ لا، في جين وراثي للإدمان. يعني ممكن يكون أصلا في العيلة، في أصول العيلة جين وراثي. لو اتكلمنا عن المجتمع اللي احنا فيه، احنا ما عندناش داتا كافية كصحة نفسية عن كل العيلة ان احنا نبقى عارفين هل العيلة دي كان فيها ادكت او لا، او العيلة دي كان فيها شخص غير سوي نفسيا او لا. فبنتفاجئ ان في طلع في الجيل الثالث او الرابع او الخامس شخص عنده مشكلة سواء نفسية او ادمانية، وبنبقى مستغربين هو ده طلع لمين. والده شيخ او والدته متدينة جدا وهو طالع مدمن. طب هو طالع لمين؟ لا، هو في جين وراثي، في خلل وراثي. طب هو الادمان كتعريف اصلا ايه؟ هو خلل في المكافأة. هو دايما شايف ان النشوة بتاعته في الحاجة دي، او ايا كانت العادة الادمانية اللي موجودة. مش ضروري مخدرات، يعني في ناس عندها لوجيك ان الادمان مخدرات بس. لا، هو في ادمان اباحية، وفي ادمان جنس، في ادمان اكل، في ادمان شغل، في ادمان سرقة. يعني ياسمين عبد العزيز في عصابة الدكتور عمر عملت مثال حي جدا لإدمان السرقة. البنت المرفهة اللي معاها كل حاجة في الحياة، اللي تقدر تعمل اللي هي عايزاه كله، كل حاجة موجودة عندها، وبتسرق حاجات هي مش محتاجاها أصلا. و... وأهلها بيحاولوا إن هم يداروا على الموضوع، وعايزين إن هم يخبوا الموضوع. هو ده جزء من إدمان السرقة. طب لو اتكلمنا عن إدمان الأكل، طب ما احنا عندنا أحمد حلمي في إكس لارج عمل إدمان الطعام بشكل جميل جدا. راح عمل ديتوكس وقعد يقول ان انا مش جعان، وقعد يتفتش ويعمل، وقعد وهو كمان في مرحلة التعافي بدأ يبدع. فمعنى كده ان انت بعد ما بتتعافى انت بتبدأ فعلا تطلق العنان للإبداع بتاعك. طيب هو السؤال ده هتكلم عنه في شقين.
شق كدراستي وشق كتجربة شخصية. فانا حابب ان انا ابدا بالتجربه الشخصيه اكتر، لان انا افتخر ان انا اكس ادك، وحاجه يعني ما بقتش عندي الوصمه ان انا اقول لحد ان انا مدمن متعافي. فانا هتكلم عن التجربه الشخصيه. هو في الاول بعد التعافي انا حسيت ان انا شخص غريب، شخص مغيب عن المجتمع بقالي سنين، مش عارف انا كنت عايش فين. وفجاه لقيت في ناس كتير سبقتني بسنين ضوئيه، ناس كتير قوي عملوا حاجات كتير وانجازات، لدرجة ان الطفل اللي انا كنت بعديه الشارع اتجوز وخلف. انا كنت فين في الحقبة الزمنية دي؟ انا ما اعرفش، انا كنت مغيب تمام. طيب حتى اهلي، والدي شكله كبر، انا لما فقت والدي شكله اتغير. الخريطة الأسرية والاجتماعية كلها اتغيرت تماما. ما بقاش صاحبي وانتيمي موجود ليل ونهار، لا هو صاحبي وانتيمي سافر. انا شخصيا سني كبر، وحتى كمان طاقتي الجسمانية بقت ضعيفة، ومهاراتي وادواتي كلها طبعا مختصة بالادك، مش ما فيهاش مهارات سوية. حتى كمان دراستي انا ما كنتش عارف اتقدم فيها ولا كنت عارف اعمل فيها حاجة. انا خدت شهادة ما عملتش فيها حاجة. الانتاج اللي انا كنت بنتجه كله ضيعته. ده حتى بعد ما بدأت ان انا اتعافى وبدأت ان انا اتعامل مع الناس، كان في حاجز كبير بيني وبين الناس. مش الناس اللي عاملة الحاجز، لا الحاجز عندي انا داخليا، انا مش عارف اتعامل. آه، ساعدني في ده كذا حاجه. اولا الاهداف بتاعتي، انا عملت خريطه اهداف قريبه المدى وبعيده المدى، اشتغلت عليها. الموضوع ما كانش بسيط زي ما انا بوصفه دلوقتي. يعني انا ممكن وانا بقى يعني بتكلم عنه دلوقتي انا سرحت في الخيال كده. انا قعدت سنين في خريطه الاهداف دي ان انا ابدا احقق منها. اول حاجه بدات ان انا اطور من نفسي، اتعرف على نفسي انا شخصيا، لان انا كحسام انا ما كنتش عارف مين حسام. انا كنت ليل ونهار بتقمص شخصيات مش بتاعتي، مش انا ده، مش ده حسام الحقيقي. كنت دايما شايف نفسي ان انا الشرس العدواني، الكاره للمجتمع، اللي مش قابل حد ولا حد قابلني، غريب في وسط ناس غريبة. الواقع لما فوت وتعافيت وبدأت فعلا اتعافى واتعرف على نفسي، الواقع ده مش حقيقي خالص تماما. لا هو حسام ده شخص طيب جدا، شخص عايز يعيش، عايز ينبسط، عايز يستمتع، عايز يتجوز، عايز يفتح بيت، عايز يشوف شغل، له اهداف. نفسه الناس ما تتعاملش معاه ان هو مدمن فيفضل طول عمره مدمن، او حرامي فيفضل طول عمره حرامي. آه، بدأت ان انا اواجه شوية ناس عندها وعي وناس ما عندهاش وعي. ناس شايفة ان حسام لا هو في وقت من الاوقات هينتكس وهيرجع تاني زي الاول، وناس تانية شايفة ان حسام بسم الله ما شاء الله يا ريتنا نبقى ربعه. في الحالتين كان الصراع ده مش خارجي خالص، كان صراع داخلي. الخناقه كانت جوايا انا، كانتش برايا خالص. في ظل بقى ان في بقى مخاوف وتوقعات من الاهل حواليا، ان دايما لا هم منتظرين مني اللي هيوقعني في حاجه هتحصل، هو بيضحك علينا. فانا اخترت ان انا اضحك على نفسي ان انا بقيت كويس، و... واتعاملت ان انا شخص منتج ومسؤول في المجتمع. لازم يبقى ليا دور. ربنا ما خلقنيش ان انا بس ادخل الحياه واطلع منها ما عملتش اي بصمه. انا اخترت ان انا اعمل بصمه في الحياه. اخترت ان انا ابقى متعافي، اخترت ان مهما كانت الاغراءات اللي قدامي ان انا لا افضل متعافي. ما يعني ما فيش حاجه مقابل التعافي. هتكلم بقى من مجال الدراسه يعني. اصعب حاجه بتواجه المدمن آه، عدم الثقه اللي بتيجي من الاهل. الاشارات دايما ليه باصابع الاتهام. يعني هتكلم عن كذا سيشن عملته مع كذا ادكت، هو المعاناة بتاعته ان هم مش واثقين فيه، لدرجة ان هو لو مطبق يوم وعينه حمرا شوية يقولوا له حلل، انت في حاجة غلط. طيب الحاجة التانية اللي بتواجه المدمن ان هو بيبقى عايز يعمل حاجات كتير قوي في وقت قليل، يعني بيبقى مستعجل جدا. والسبب هنا معروف دراسيا ونفسيا، ان هو بقاله سنين عامل فروزن لكل حاجه، لنجاحاته وافكاره ومشاعره واحاسيسه. فهو بمجرد ان هو بيتعافى كل ده بيصحى مع بعض، بيشوف ان في ناس كتير سبقته، بيصحى عنده شعور سيء جدا، نقدر نقول ان هو مميت، شعور الدونية، احساس ان هو قليل.
الاحساس ان هو الناس اللي حواليه دي هو احسن منهم، هو في ايده ان هو يعمل. فالاستعجال دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي المدمن ما يعرفش يندمج مجتمعيا. هو عايز يلحق الناس دي، وانا من هنا بقول له انت مش هتلحق. لا، ما تدورش ان انت تلحق، انت في ناس سبقتك خلاص اوريدي، الناس دي عملت. انت ابدا اعمل اعمل. مفيش خطوات ضخمه، مفيش حاجه اسمها انا النهارده بكره هبقى مليونير. لا، في حاجه انا بكره هدور على شغل يأهلني ان انا ابدا احوش، يأهلني ان انا ابدا انتج حاجه على ارض الواقع، احقق بيها ذاتي، ابني بيها نفسي، اعمل ثقتي في نفسي اهم بكتير من ثقه الناس فيا. في مقولة مهمة جدا في العلاجيات بالنسبة للدمج المجتمعي: القبول الاجتماعي لا يساوي التعافي. مهما كان القبول الاجتماعي، مهما الناس قبلتني وسقفتني وحبتني وقالت لي انت بابلر قوي وانت قريب مننا قوي وانت مفيش منك اتنين، ده لا يساوي التعافي تماما. لو انا التعافي بتاعي انهار، القبول الاجتماعي ده هينهار وهيختفي في ثانية. من يعني اللي بيعيش بحب الناس هو ما بيستمرش حب الناس. النهارده الناس بتحب سي مثلا شيرين، بكره ما بيحبوش شيرين. فمحدش بيدور على القبول الاجتماعي، دور على التعافي، دور على نفسك، حقق ذاتك، الناس هتحبك. برضه هتكلم عن تجربة شخصية، اه طبعا في علاج، انا اهو بتعالج. طيب احنا هنتكلم في شفاء كامل؟ لا. يعني انا لغايه دلوقتي بقول انا مدمن متعافي، ما بنساش ان انا مدمن. خلينا نقول ان التشبيه هنا ان مرض الادمان زي السكر، مفيش حد بيتعالج من السكر ويفضل عايش بالانسولين. طيب المدمن ليه ما بيتمش شفائه بشكل كامل؟ المدمن بيحاصر مرضه. بيحاصر مرضه بايه؟ بمبادئ، مبادئ اللي هو اصلا اتربى عليها. بيحاصر مرضه بايه؟ بالعلاج الجمعي. بيحاصر مرضه بايه؟ بالجلسات النفسيه. بيحاصر مرضه بايه؟ بالنجاحات اللي بيعملها، بالاهداف اللي بيحققها. هي دي المحاصره. انما مفيش حاجه اسمها انه خف. تعريف الادمان اصلا هو مرض اعتمادي متفاقم ومميت، لا يمكن الشفاء منه، لا يمكن الشفاء منه. طب هنا يا كوتش حسام انت بتقول ان يمكن الشفاء منه، يعني معنى كده ان مفيش حد هيخف؟ لا، مفيش مدمن هيخف، بس في مدمن متعافي وفي مدمن نشط. المدمن النشط ده مرض كامل متحرك على الارض، ده محتاج لسه يتعالج. المدمن المتعافي ده راجل اتعالج بس ما خفش، هو محتاج على طول الاجتماعات، محتاج على طول ان هو يعمل شيرنج لمشاعره واحاسيسه، محتاج على طول انه يجدد اهدافه، محتاج على طول ان هو يدور عن البحث عن الذات عن الذات الشخصية بتاعته، محتاج ان هو يبقى ليه وجود، الحالة الوجودية بتاعته يحققها، محتاج ان هو يبقى ليه دور في المجتمع هو اللي يحدده، محتاج دايما ان هو يبقى موجود في وسط دايرة الادمان. يعني ايه موجود في دايرة الادمان؟ زي ما في دايرة ادمان نشط، زي ما في دايرة تعافي. في زمالة مدمنين مجهولين، الزمالة دي موجودة في كل انحاء الجمهورية، ليها اوضها وليها اجتماعاتها، وانت لازم تبقى موجود في وسط الناس دي على طول. ما ينفعش تنسى ان انت مدمن، بس في نفس الوقت ما ينفعش ترجع تبقى مدمن نشط. طيب هو نعرف الانتكاسة نفسها. هو في ثلاث انواع للانتكاسة: في الانتكاسة العاطفية، وفي الانتكاسة النفسية، وفي الانتكاسة الجسدية. الانتكاسة العاطفية هنا احنا بنتكلم ان بيبدأ ان يحصل سقطات عاطفية. سقطات عاطفية زي ايه؟ زي انفصال، هو كان بيحب واحدة وانفصل عنها، دي تعتبر انتكاسة. ودي ممكن تحصل للإنسان الطبيعي، احنا هنا ما بنتكلمش عن الادك بس، احنا بنتكلم عن الانتكاسة العاطفية دي ممكن تحصل لأي حد. بس بالنسبة للادكت بتبقى اكستريم شوية، بتبقى عالية شوية الانتكاسة العاطفية. هو عنده التعلق وهو هو عالي في كل حاجة، مشاعره واحاسيسه عالية جدا، افكاره عاليه جدا، بيفكر كتير كتير جدا. آه، فهو الانتكاسه العاطفيه عنده بتبقى فيها مشكله. مشكله الانتكاسه العاطفيه في ايه؟ ان هو بيبدا يرجع للردود والتعامل العدواني والغضب العالي وبيبدا بعد كده ان هو بيحصل له فقدان سيطره على احاسيسه ومشاعره وافكاره، يبقى ردود فعله غير متوقعه. دي الانتكاسه العاطفيه، ودي وارده انها تحصل وممكن نلحقها. يعني ساعة ما بتحصل احنا ممكن نلحق، لغاية هنا احنا ممكن نلحق. لو هو بدأ يعمل شيرنج بأحاسيسه ومشاعره ويبدأ يدور على حلول فيها، احنا ممكن نلحق. طب الانتكاسة النفسية، الانتكاسة النفسية احنا بنتكلم ان هو بدأ يلجأ للوحدة والعزلة تاني. الوحدة والعزلة اللي هو خلاص بدأ يقفل على نفسه الباب تاني،
وهو وافكاره واحاسيسه ومشاعره، وهو لوحده. ومدمن في عزله، مدمن في خطر. الانتكاسه الجسديه خلاص هو انتكس، هو رجع تاني للعاده الادمانيه بتاعته. مش ضروري ان انا اقول لك ان هو رجع للمخدر بتاعه، بس أنا بقول لك رجع للعاده الادمانيه بتاعته ايا كانت هي ايه. يعني ممكن العاده الادمانيه بتاعته تكون افلام اباحيه، عاده سريه، اكل غير صحي مثلا، عدوانيه. على فكره في مغامره، مخاطره، مقامره، انواع الادمانات كتير. هو مجرد ان هو يرجعها تاني. فدايما انا بقولها كده، او دايما هي بتتقال في العلاجيات بتاعه الادمان: هي جرعه واحده لا تكفي، والاف الجرعات لا تشبع ابدا. خلاص هو بمجرد ان هو خد جرعه واحده، الالف بعدها مش هتكفي. اه طبعا. ادمان الانترنت دي من الادمانات اللي هي حاليا بدات تعمل جرائم. يعني احنا لو اتكلمنا ان ادمان المقامره دلوقتي اللي هو الابلكيشنات اللي انا مش هقول اسمها اصلا، إيه، لو احنا اتكلمنا دلوقتي في قضايا كتير دلوقتي موجودة في المحاكم مرتبطة بالابلكيشنات بتاعة المقامرة والمراهنة وهكذا. دي بتبقى ادمان، ادمان الكسب السريع، ده من انواع الادمان. طيب، ادمان النشوة السريعة والاستمتاع واللذة السريعة هي المواقع الاباحية، ما هي انترنت برضه. طب الجيمر، البابجي، الطفل اللي عنده مثلا 12 سنة بيروح يسرق علشان يشحن بابجي، عشان يقعد يلعب جيم واتنين وتلاتة، وهو مش هيكسب منها حاجة غير النشوة بس، نشوة الانتصار، اللي هو كسب، اللي هو معاه سلاح مش مع صاحبه. ما هي كل دي أنواع إدمانات. طب هل هي منتشرة؟ اه طبعا منتشرة. اللي بيصحى من النوم أول ما قبل ما بيغسل وشه، وقبل ما بيفطر، وقبل ما بيشرب كوباية مية، ولا قبل ما بيعمل أي حاجة في حياته، بيفتح فيسبوك ويقعد يشوف ايه اللي موجود. أو اللي بيصحى من النوم يبص على الواتساب ويقعد يبعت رسايل الواتساب. اللي ما بينامش باليومين وبالتلاتة علشان يقعد يتكلم على الواتساب. ما هي كل دي أنواع إدمانات. إيه، لو احنا اتكلمنا عن ادمان الانترنت، احنا عايشينه دلوقتي. ال... ال... الناس دلوقتي بقت عايشه بتشتري من على الانترنت، وبتاكل وبتشرب من على الانترنت. انا اعرف ناس بتعالج نفسها من على جوجل، اللي هو انا عندي صداع، فبيدخل يسال جوجل انا عندي صداع، فجوجل يقول له خد جزا. فهو بقى الدكتور دلوقتي جوجل. خلاص. طب في ناس دلوقتي: ازاي احل مشكلتي مع جوزي؟ اعرف منين ان جوزي بيخوني؟ دلوقتي دي انواع من انواع الادمانات الخفيه اللي هي بتوصل ان الناس بتعاني من الانفصال عن الواقع. ما هو ده من نوع من الادمان، الانفصال عن الواقع. ان انا خلاص انا ما بقتش مرتبط بالواقع بحاجه، الواقع بيتكلم في حاجه وانا بره الواقع في حاجه تانية.